السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعتذر عن صوتي، طبعا عندي دور برد جامد. آم، بس لازم ان انا طالما بدأت في التنظيفات خلاص بقى، ما عادش وقت اصلا تنظيفات وتفريزات، فلازم ان انا اضغط على نفسي شوية وانجز اللي ورايا. المفروض ان البلكونات كانت هتتعمل جنب الروتين بتاع الشقة عادي. الشقة اصلا كانت بايته نضيفة، بس اتبهدلت من الكركبة اللي انا طلعتها من البلكونة. بس عادي يعني، لسه تقريبا شبه نضيفة فهتتظبط. انا بادئه في البلكونات بعد العصر، الليل ليل عليا وانا بعملها، لان هي خدت مني ترويق جامد قوي. ف فضلت فترة فيها، غير ان بنتي كانت كل شوية بتزن وكده، خدت وقت. كل الكراكيب اللي كانت في البلكونة دي انا طلعتها، اللي انا مش محتاجاه اترمى، واللي انا كنت محتاجاه رفعته على الفرن لحد لما يعني اشوف لهم مكان احطهم فيه او يفضلوا على الفرن كده. بفكر ان انا اعمل وحدة تخزين في البلكونة، بس مش في دي، في البلكونة التانية. احط فيها كل الحاجات اللي انا مش عايزاها، يعني اقفل حتة كده واحط فيها كل الحاجات اللي انا مش عايزاها. في شوية تجديدات لسه عايزاهم، بس مع الوقت هيتعملوا يعني ان شاء الله. لميت كل بقى اللي انا مش عايزاه وطلعته قدام باب الشقة وانا نازلة ارميه، وانا طبعا خدته ونزل، يعني نزلت رميته. آم، المفروض ان انا كنت هعمل جنب الروتين ده، جنب البلكونات الروتين العادي، بس بصراحة ما قدرتش. هو انا يا دوبك عملتهم، انا بادئه في البلكونات تقريبا من الساعة 4 العصر، الساعة 4 الا تلت بالظبط، مع دوشة بنتي كل شوية رايحة جاية عليها وكده. كنت مخلصة الساعة 8:30. الساعة 8:30 بالليل، يعني تقريبا قعدت في البلكونات 4 ساعات ونص. لو بنتي مش كل شوية كانت بتزن وتعيط وعايزاني، كنت زماني خلصتهم تقريبا في ساعتين. بس هي خدت مني مجهود بصراحة، مش هنكر ان هي اخدت مني مجهود جامد، عشان هي كانت مكركبة جدا البلكونة دي والبلكونة التانية. لميت كل الكراكيب اللي فيها ونضفت السقف، زعفت السقف، وبالزعافة وانا نازلة كده بقيت امسح في الحيطة، وعملت الشبابيك. الخشب بتاع الشبابيك ده انا نضفته. غير ان انا بلكونتي على طريق، فدايما فيها تراب، ومش هنكر ان انا كنت راكناها، مكنتش بعمل فيها اي حاجه. مش عشان ان هي مش متبهدله طريق، بس لا، انا كانت اي حاجه انا مش عايزاها كنت برميها في البلكونه، على امل ان انا وانا نازله هفتكرها واخدها. اصلا الحاجه بتبقى قدامي بنساها اشيلها وانا معديه. ف آه، خلاص بقى ما عادش ينفع ان انا اسيبهم اكتر من كده. هو كده كتر خيرهم يعني، شويه وهتشتكي. فنضفتهم بقى خلاص، وان شاء الله باذن الله بعد كده يعني هيتنضفوا على طول، على الاقل كل اسبوع مره، لو هتتكنس وتتمسح، بس عشان ان هي تفضل نظيفه وما ترهقنيش انا بعد كده في الترويج. هكنسها بقى وهمسحها. وانا مسحتها انا يعني كبيت فيها ميه وبريل من اللي هو بتاع المواعين بس، ودعكتها بالمقشه، نضفت معايا. هو ما شاء الله السيراميك بتاعي حلو جدا، مهما تكون الحاجه، مهما يكون مش نضيف يعني، ما بياخدش معايا دعك كتير. هنا بقى كنت بروح اجيب ميه من الحمام، عشان ما عنديش خرطوم طويل يوصل للبلكونه. فكانت فرجليا بهدلت الحمام، الحمام اتبهدل جدا من رجلي. لان طبعا في تراب، والتراب مع المية فعملت طينة، فبهدلت الحمام اخر بهدل. هو ده بقى اللي انا بقوله، مش هبدأ تنظيف بالمطبخ والحمام
ويرجعوا يتبهدلوا كل شويه يعملوا. اهو يا حبيب ماما اهو. اهي تعال تعال. وهرجع كل شويه ان انا اعملهم. لا هيبقوا في الاخر. انا بكلمكيش. فهيبقوا هما في الاخر هيبقى الترويق بتاعهم سهل حتى عليا، ومتأكدة ان هما مش هيتبهدلوا تاني. طبعا العربية هنا هي عرفتك انا عملت انا روقت ازاي وعملت ايه واتعمل فيها ايه، والبهدلة اللي شفتها على ما وصلت للنتيجة دي. هي دي البلكونة بتاعتي. دي بقى التانية بعد ما اتنضفت. دي بقى بتاعت اوضة النوم وهي لسه ما اتنضفتش. دي متبهدلة قوي هنا، متبهدلة بزيادة علشان كان فيها فراخ وبط. ف حتى الجدران بتاعتها متبهدلة، بس ان شاء الله بإذن الله هي مش نافعها غير ان هي تندهن. انما بقى ان انا ادعك واعمل وكده جربت كتير بصراحة وما جابتش نتيجة. فهي حلها الدهان علشان الحاجات دي متبقاش يعني الحاجات دي مش هتطلع غير بالدهان. اللي في الحيطة دي مش هيطلع غير بالدهان. برضو لميت كل اللي فيها وزعفت السقف. طبعا كان هنا الليل ليل، بس لازم ان انا يعني هروقك، يعني هروقك. ما ينفعش ان انت ما تتروقيش علشان ما ارجعش اكسل او يرجع في يوم يبقى قدامي حاجتين مثلا. يعني النهارده ما ينفعش ان انا اسيب البلكونات وهي في جدول النهارده وارجع بكره اعملها تاني مع الكومودونات والتسريحه ومش عارفه ايه. لا، مش عايزه يتراكم عليا حاجه. اخلص اول باول. ده هيفتح نفسي ان انا انجز بعد كده، وبرضه تبقى شقتي متروقه ونضيفه. زعفتها ومسحت الشباك وشباك البلكونه والحيطه وكنستها وكبيت فيها ميه ببرسيل وغسلتها. تمام. وكانت الدنيا ضلمه، بس انا كنت يعني بعمل في الاضاءه بتاعه الرنج كده بس. وهي كانت خلاص كده اتظبطت وبقت حلوه. هصورها لك بقى الصبح. بس هي دي الصبح بقت عامله ازاي وبقت حلوه ازاي. وكمان النهارده الشمس حلوه جدا، طلعت فيها البطانيه تتشمس كده. وهنشوف بقى احنا هنعمل ايه في بقيه الجدول اللي مكتوب المفروض ان انا ماشيه عليه.